صباح الخير عليكم. بعد طول غياب تحضير شويه حاجات كده ان شاء الله هتعجبكم. كان في فيديو ما ينفعش ان انا افوته. احمد حسام ميدو في قعده صفا قال شويه الكلام دوت موجه لبعض من جمهور نادي الزمالك اللي مصدعينا ال10 الحالات بتوعهم وبال9 الحالات بتوعهم وال10 الحالات بتوعهم وال14 الحالات بتوعهم. الفيديو ده للناس دي. تعالى نسمع كده ميدو قال ايه. كنت بقول للحكام وانا بدرب الزمالك، كنت بقول لهم حاجات اخش فيها السجن. لما رحت مسكت وادي دجله والمقصه، مره بصيت لحكم كده بس وقفت 4 ماتشات. والله العظيم، وهو نفس الحكم. قلت له يا ابني والله العظيم يا دوبك كده بس اطلع بره يا ابني. انا لسه شاتمك من سنه. انا والله نسيت العظيم. شاتمك بصدق. احكي لك بقى قصه حصلت ايه. كنت بدرب المقصه، ماشي. تمام. واول ماتش ليا مع المقصه بنلعب الزمالك في الكاس، يا ساتر. تمام. و كان الحكم اسمه معروف. ماشي. هو يعني محمود معروف. الراجل ده عرباوي من سينا يعني. فالمهم ايه، الراجل ده اقسم بالله فجر في التحكيم قدام الزمالك ما شفت زيه في حياتي. قلت له انا لنفسي انا زملكاوي، بس بقول لك ده فجر، مش ده كفر. تمام. ماشي. محمود علاء كان عندنا راس حربه اسمه عمرو مرعي، اقسم بالله خدوا شنكل في ال6 ياردة كده من ركبته. طق العب. يا ترى ايه الحاجات اللي كان بيقولها الحكام تدخله السجن؟ يعني لك ان تتخيل بقى، لك ان تتخيل. بغض النظر عن ان هو دوت كان بيتكلم انه هو كان مدرب، كان بيدرب فريق تاني غير نادي الزمالك، وبيتكلم عن ميول الحكام لنادي الزمالك ومجامله نادي الزمالك اللي عرفناه من قديم الازل، اللي هم بيكذبوها. والحكم طلع بنفسه وقال لك ان انا اتكلمت مع المساعدين بتوعي وقلنا لازم نحتوي لعيبه الزمالك عشان كده الماتش هيهرب منهم. قالها بالفم المليان وبيكذبوها. دلوقتي ميدو بيثبت الكلام دوت من قديم الازل، من زمان. بتوع البطوله الحلال احسن من بطوله بالحكام. اي كلام بيقولوه خلاص نسمع. بيقول لك حاجات اخد عليها طرد. بيقول لك كنت بشتمك لما كان في نادي الزمالك، بيشتم الحكم. لما راح نادي المقصه اتطرد. ده الفرق ما بين نادي ما بيعرفش ياخد بطوله الا بالتحكيم، وادي شاهد من اهلها، والفرق ما بين اي نادي تاني. نسمع ونكمل نشوف قال ايه تاني لما كان لاعب. الكلام دوت هو قاله وهو مدرب. نشوف بقى لما كان لاعب. لا وانت كده احنا وانا بلعب يعني الحكام كانت يا ميدو هنطردك، اقول له لو راجل لو ذكر طلع الاحمر من جيبك. لو والله العظيم لو ذكر وطلع الاحمر من جيبك، والله العظيم يديني راجل طلع الاحمر من جيبك لو راجل، بس مش تطلع من معاه. مش هيطلع معاه بتاع. لو بلعب انا بقى في اي نادي تاني وشطب. يقول له لو راجل اطردني، لو ذكر اطردني. ده بيقول مين؟ للحكم. هو لاعب في نادي الزمالك. لو راجل طلع الكارت الاحمر من جيبك، لو ذكر طلع الكارت الاحمر من جيبك. وبيحلف بالعظيم اي زملكاوي تاني يتكلم عن بطوله حلال والحكام. شوفوا الفيديو اللي جاي.